السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. بمناسبة دخول موسم الشتاء ان شاء الله نشتغل مع بعض النهاردة طاقية سهلة جدا بغرزة الباف، جميلة اي واحدة تقدر تنفذها. هشتغل بالفتلة دي، فتلة لندن وستوك جميل، فتلته حلوة ناعمة ورفيعة. الخيط الرفيع دايما البقرة اللي الخيطها رفيع بترمي معاكي خيط كتير عن البقرة اللي خيطها سميك شوية. وكمان الخيط الرفيع بتعرفي تشتغلي فيه اي غرز براحتك. ليه؟ لان بيديكوا سمك حلو عن الخيط السميك. تمام. انا دلوقتي اشتغلت القمر بتاع الطاقية، هشتغله معاكم هنا. هتلف الخيط كده وتعملي عقدة البداية. هستخدم ابرة 3.5 وتمشي برضو رقم 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ال10 سلاسل دول يعتبروا ستاندر لاي قمر طاقي، لكن انا بحب اكبره شويه، هخليه 2 3 4 5، هخليه 15 غرزه. تمام. هلف الخيط على الابره واشتغل هنا في الغرزه الخلفيه، في الغرزه الثالثه. تمام كده. هدخل هنا واسحب الخيط معايا 3 لفات اطلع منهم، هلف الخيط على الابره وارجع تاني. شايفين الغرزه الخلفيه اللي هي دي، وتسحبي تاني. دي السلسله، ده الوش بتاع السلسله. لا، هنقلبها كده واجي هنا في الغرزه الخلفيه دي واشتغل غرزه نص عمود. خلص الدور كله غرز نص عمود، هو القمر كله هيبقى بغرز نص عمود. انا بحبه اكتر من الحشو، بحس ان هو بيبقى البليزيه بتاعه بيبقى احسن، بيمط معاكي احسن وبيديكي كده طراوه كده وانت لابسه. خلاص اهو. خلاص كده اخر غرزه. ده كده عرض القمر بتاع الطاقية. هترتفعي بواحد 2 وتلفي القطعة. هتيجي هنا في اول سلسلة تقابلك برضو في الغرزة الخلفية اهي، تقومي داخلة فيها وتلفي القطعة على الابرة والغرزة اللي بعدها، تلفي القطعة على الابرة والغرزة اللي بعدها، وهكذا لغاية ما تخلصي السطر. بس اهم حاجة تشتغلي اخر غرزة في السطر، تأكدي ان انت اشتغلتيها علشان الاطراف عندك تطلع متساوية. وكل بداية دور بترتفعي ب2 سلسلة بس. كل ما تخلصي دور ترتفعي ب2 سلسلة وتلفي القطعة، كل ما ترتفعي ب2 سلسلة تلفي القطعة. تمام. ده الشكل بتاع الغرزة بتاعتنا اللي هو اديكي في الاخر او النتيجة في الاخر الشكل ده. شايفين؟ دي غرزة البليسيه. تاخدي بقى دوران الراس اللي انت هتعملي عليه. تمام كده. خلاص خلصنا شكل الغرزة بتاعتنا. نبتدي دلوقتي نشتغل في الغرزة الرئيسية بتاعت الطاقية. احط الجنبين على بعض كده هم بالتساوي. خلاص والغرزة بتاعتي معايا اهي. تمام كده. هدخل هنا في اول غرزة كده واسحب الخيط كده واعمل اول غرزة معايا. خلاص سهل بقى تشبيك. هتيجي هنا كل غرزة تدخلي في الغرزة والمقابلة ليها
وتعملي غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها اهي، شايفين اهي، كل غرزة بالغرزة المقابلة ليها. والفتلة ناعمة كده وطرية وشغلها سهل وجميل اهو. كل غرزة الغرزة المقابلة ليها. لسه في غرزة كمان، الغرزة الأخيرة دي تعمليها أهم حاجة. خلاص اهو كده خلصنا التقفيلة بتاعتنا. تقلبي كده القمر، ده شكل القمر. ندخل بقى على الغرزة الرئيسية. بعد كده اسحب الخيط كده من تحت الغرزة، خلاص، وارتفع بواحد اتنين تلاتة. تمام كده. شايفين بقى كده الأعمدة اللي بالطول دي كده هشتغل عليه. هاجي هنا في العمود ده، هدخل اسحب غرزة بف، واحد اتنين تلاتة اربعة. خلاص ادي اول غرزة، واشتغل واحد اتنين تلاتة، واجي في نفس الغرزة دي هدخل هنا واحد اتنين تلاتة اربعة. دي الغرزة التانية. ارجع اخد واحد اتنين تلاتة والف الخيط على الابرة، وفي نفس المكان اسحب غرزة بف تالتة، اتنين تلاتة اربعة، واخرج منهم. تمام كده. خلصنا كده اول زهرة معانا. هسيب العمود ده وادخل في اللي بعده ده، العمود ده، واسحب واحد اتنين تلاتة اربعة كده العمود كده، غرزة البف الاولانية، واطلع منها واشتغل واحد اتنين تلاتة، وارجع اجيب غرزة البف التانية، واحد اتنين تلاتة اربعة. لو انت شغالة بفتلة سميكة شوية ما تسحبيش 4 سحبات في غرزة البف، خليهم 3، واحد اتنين تلاتة، يبقى بين كل غرزة بف والتانية 3 سلاسل، وارجع اسحب واحد اتنين تلاتة اربعة، واطلع منهم واقفل عليهم. شايفين شكل الغرزة وجمالها؟ خلاص كمل. هسيب العمود ده وادخل في اللي بعده، هدخل هنا واسحب واحد اتنين تلاتة اربعة كده، 4 لفات، واطلع منهم واخد 3 سلسلة، اتنين تلاتة، وارجع الف اجيب غرزة البف التانية، اتنين تلاتة اربعة، وارجع اعمل 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام كده. شايفين شكل الغرزة دي؟ غرزة الزهور. هخلص بقية السطر وهنقفله مع بعض، هرجع اقفله معاكم عشان السطر اللي بعده اسهل منه. خلاص كده انا خلصت السطر الاول. شايفين شكل الغرزة عامل ازاي؟ خلاص هنقفل هنا بمنزلقة، هدخل هنا واسحب واقفل المنزلقة، بعد كده ارتفع بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. السطر اللي فيه سلاسل هيبقى 5، السطر اللي يبقى فيه سلاسل هو فوق غرز البف هيبقى 5 سلاسل ارتفاع.
لكن السطر اللي فيه غرز بف هيبقى 3 بس. خلاص. طب انا هنا ارتفعت 5 سلاسل، هدخل هنا في غرزة البف اللي في النص دي واسحب حشو، هشتغل حشو اهو. خلاص. 1 2 3 4 5 غرز، واجي هنا في النص واشتغل حشو. 1 2 3 4 5. شوفوا السطر التاني سهل ازاي، هيبقى سطر سلاسل والسطر التاني هيبقى غرز بف. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. السطر التاني ده بيخلص بسرعة. ده شكل الغرزة. خلاص. بعد ما خلصت السطر هدخل هنا في اول غرزة واسحب منزلقة. تمام. الخطوة اللي جاية سهلة خالص، يعني السطر التاني ده سهل، هيبقى كله سلاسل. هرتفع ب1 2 3 4 5 6. 6 سلاسل. هاجي هنا في الغرزة اللي في النص البف دي، هدخل فيها واسحب واشتغل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7. كده 7 غرز، واجي هنا في النص واشتغل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 واشتغل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى الغرزة بتاعتنا مكونة من سطرين، سطر غرزة الزهور البف والسطر التاني سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 هنا في النص واشتغل غرزة حشو. 1 2 3 5 6 7. خلاص كده خلصت السطر. تمام. هاجي هنا هقفل هنا في منزلقة في الغرزة دي التالتة. خلاص كده. هرجع ارتفع ب1 2 3. يبقى السطر اللي فيه غرزة الزهور هرتفع ب3، والسطر اللي فيه سلاسل هرتفع ب6. خلاص. هنكرر بقى السطر ده. شايفين غرزة الحشو اللي في النص دي اللي هنشتغل فيها نفس الزهرة تاني دي. هدخل كده هنا واسحب 1 2 3 4. دي اول غرزة بف، واطلع 1 2 3 زي ما اتفقنا بين كل غرزة بف والتانية 3 سلاسل. 1 2 3 4. 1 2 3. هاجي هنا واسحب 1 2 3 4 واطلع منهم. خلاص. شايفين ده السطر التاني. هلف الخيط على الابره وادخل هنا في الغرزه اللي بعدها غرزه الحشو اللي بعدها واسحب تاني واشتغل نفس اللي انا اشتغلته. 2 3 4 واخرج واشتغل 1 2 3 واكرر تاني. دي الغرزه بتاعت الطاقيه بتاعت النهارده، سهله خالص اهي. ركزي بس كده في الاعداد. 1 2 3 وادخل اجيب غرزة البف التالتة. 2 3 4. شايفين؟
هفضل شغالة بنفس الطريقة دي فوق كل غرزة حشو. هنا دي هشتغل فيها غرزة بتاعتنا فوق كل غرزة بف. بعد كده هخلص الدور الغرز دي وارتفع ب6 سلسلة واشتغل هنا غرزة حشو، وبعدين بين كل صدفة والتانية وبين كل زهرة والتانية هشتغل 7 سلاسل، 7 7 7 لغاية ما اخلص السطر وارتفع ب3 سلسلة واكمل غرز البف بتاعتنا. يا رب تكون الغرزة سهلة وعرفت اوصل لكم المعلومة. هرتفع بقى بطول الطاقية اللي هو حوالي، طبعا الطواقي دي الطول بتاعها على حسب انت عايزاها طويلة عايزاها واسعة، دي براحتك. ايه هو الستاندر يبقى من 21 ل 22. انا هعملها الطول بتاعها مثلا 25 على ما اقفلها من فوق تبقى يا دوب ظبطت معاكي. هرتفع بقى كده بالطول بتاع الطاقية وارجع لكم. كده حبايبي خلاص انا خلصت الطاقية وارتفعت 25 سنتي. هقفل هنا كده بمنزلقة في اول غرزة واسحب كمية من الخيط عشان اقفل بيها. تمام. خلاص هاجي هنا هقفلها بإبرة التنظيف. هاجي هنا ممكن تعملها بإبرة الكروشيه، لكن انا هنا عايزة اعملها كده. شايفين هدخل كده بين الفتحات وبعضها كده واسحب الخيط خليه مجوز. خلاص هاجي هنا كده شايفين السلاسل اللي كنا بنشتغلها من غرزة البف وبعضها هندخل فيها كده بينها بالإبرة ونسحب اهو. شايفين شكلها، شايفين الغرزة عاملة ازاي في منتهى الشياكة. بعد كده شديت اهوت اللي وقفلتي. بعد كده بقى ايه تدخلي كده بين الغرز وبعضها كده غرز عشوائية كده عشان تقفلي وتلمها كويس. كده خلاص الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى طبعا يعجبكم، تعملوا لايكات وتشتركوا في القناه. لو انت عايزه تركبي هنا كرة بونبون ركبيه، لكن هي بصراحه الطاقيه مش محتاجه الورد اللي فيها اصلا، وغرزه الزهور دي مخليها شكلها حلو قوي. لا محتاجه ورد ولا محتاجه اللي انت تركبي لها كوره من بره. طبعا دي أذواق، عايزه تعملي لها كوره تجيبي لها واحده جاهزه تعملي لها واحده على ايديكي كله شغال. بس انا من رايي انا هسيبها ساده كده لان هي اصلا كده شكلها جميل، مش محتاجه ان احنا نكتر عليها اي حاجه. خلاص كده هسحب بقى الخيط من جوه واعمل له عقده واقفله كويس برضو كده. شايفين اهو
عشان ما فكش مني خالص. بعد كده تعملي عقده وتقفلي الخيط اهو، شايفين؟ ده شكل الطاقية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناة، وعايزة لايكات كتيرة، عايزة الفيديو ده يجيب لايكات كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.